أهلين، كيفكن؟ أنا لانا، وإذا أول مرة بتشوفوني فخلوني أعرفكن شوي على حالي قبل ما تفوتوا بعجقة حياتنا. أنا بنت شامية، مو كتير كبيرة ولا كتير صغيرة، وبصراحة ما بعرف إذا حياتنا طبيعية مثل باقي العالم ولا نحن مغناطيس للمصايب. بس اللي بعرفه إن كل يوم عنا قصة، وكل قصة فيها ضحك وفيها زعل وفيها درس صغير ما حدا بينتبه له. أول شخص لازم تعرفوه في عيلتنا هو بابا، الله يرضى عليه. بفكر حاله وزير الداخلية بالبيت، إذا ضاع الريموت تحقيق، إذا اختفت معلقة تحقيق، إذا حدا تنفس بصوت عالي كمان تحقيق. بس بالحقيقة قلبه أطيب من الخبز الساخن. أما أمي فهي قصة لحالها، بتصرخ علينا 50 مرة بالنهار. بالليل إذا مرضنا بتضل سهرانة حد راسنا وما بتغمضلها عين. وللأمانة إذا البيت واقف على إجريه فهي السبب. وبعدين عنا هالكارثة الطبيعية، اختي الصغيرة إذا سكتت منخاف، إذا ضحكت منرتاب، وإذا قالت عني فكرة منبلش نستغفر الله العظيم. يمكن تسألوا حالكن ليش فتحنا هالقناة؟ حتى نحكي نكت أو نعمل مقالب؟ بصراحة لا، نحن بدنا نحكي لكم عن الحياة مثل ما هي. كيف ممكن موقف الصغير يعلمنا شي الكبير، كيف الغلط ممكن يتحول لدرس، وكيف الضحكة أوقات بتخبي وراها حكاية بتوجع القلب. يمكن تتعلموا معنا ويمكن نحن نتعلم منكم، بس الأكيد إنه راح نكون عيلة واحدة. لانا وينك؟ تعي ساعديني بالمطبخ. شايفين؟ أنا كنت عم حاول أعمل مقدمة مؤثرة، بس بالواقع ما بعترف بعمل بالمقدمات المؤثرة. إيه ماما جاية. وبالمناسبة راح تشوفوا بهالحلقات مواقف بتضحك، مواقف بتبكي، وأسرار قديمة، مشاكل بين الإخوات، خناقات على الريموت، مغامرات بتبلش بريئة وبتنتهي بكوارث. بس كل شي راح تشوفوه في فكرة حلوة مخباية بين السطور، يمكن عن الصدق أو الأمانة أو احترام الأهل أو الصبر أو حتى كيف نتعامل مع الناس من دون ما نحس. إلا حتى كيف نتعامل مع الناس من دون ما نحس إنه عم نحضر درس ممل. هيك صرنا أصحاب وصرتوا تعرفوا مين نحنا. بس صدقوني الجاي أغرب بكتير من اللي شفتوه اليوم. وبالحلقة الجاية راح أحكي لكم أول مصيبة حقيقية صارت معنا، واللي بسببها تقريبا قامت حرب عالمية صغيرة ببيتنا. بس قبل ما نودعكم عندي سؤال إلكم، لو كنتوا مكاني شو أكتر شي بتحبوا بعيلتكم؟ وشو أكتر موقف صار ممكن وما بتنسوه أبدا؟ اكتبولنا بالتعليقات، يمكن نقرأ إجاباتكم بالحلقات الجاية. أنا لانا وبشوفكم بالحكاية الجاية. باي باي.